الزمالك في اولى ماتشاته في الكونفدراليه الافريقيه في دور المجموعات بيكسب سيسكو يونايتد 1-0 عن طريق سيف الجزيري في الشوط الاول. طبعا ماتش الزمالك الشوط الاول حاجه، الشوط التاني حاجه تانية. الزمالك تقريبا الماتش عند اللعيبه دي 45 دقيقه بس او نص ساعه بس للزمالك. من بدايه الدوري الزمالك بيلعب اول شوط بس. هتيجي للتقييمات، الفريق كله زي الزفت. فنيا وبدنيا اللعيبه دي ما عندهاش. اللعيبه دي مفلسه كوره من اولها لاخرها. اللعيبه دي محتاجه شغل لشهور قدام عشان تبدا ان انت تسترجع المستوى البدني بتاعه والمستوى الفني بتاعه، تبدا تشتغل على العوامل بتاعتها. حرفيا اللعيبه انت لو تتفرج على ال 45 دقيقه بتوع الشوط الثاني، يعني اقول لك ايه، مش مفيش تفاهم، ده مفيش ربط خالص. كل لاعب بياخد الكرة بيجري بيها عشان يعمل محطة ربط بينه وبين اللاعب اللي جنبه او اللاعب اللي قدامه، واقرب لاعب ليه موجود في الملعب. لا، مفيش الكلام ده، بيفقد الكرة بكل سهولة. بكل سهولة لعيبة الزمالك بتفقد الكورة. لعيبة الزمالك كانت محطوطة في ضغط الشوط الثاني ان سيسكو يونايتد كان هيرجع بالنتيجة وكان ممكن كمان يكسب. كونك انت بتجيب شوط جون واحد وتنام عليه، دي في حد ذاته كارثة. انت لازم بتأمن 2-0 3-0، بتأمن بجونين على الأقل. تمام، ده انت بتتكلم بقى في قصة تأمين كجون. طب بتتكلم بقى في مشكلة تانية بقى اللي هي بدنيا وتقييمات والكلام ده كله. لا، مفيش خالص. اللعيبة واقعة بمعنى واقعة. اللعيبة دي مش مؤهلة ان هي تكمل اساسا لقدام. اللعيبة دي محتاجة شغل مع معد بدني ومعد فني، ناس على اعلى مستوى. لا، محتاجة ناس فعلا، محتاجة ناس تيجي تعمل معاها مجهودات. تعملها ازاي بقى وتجيب طاقم جهاز فني ازاي يحول اللعيبه دي من لعيبه ميته كده تقييماتها كلها احسن لاعب فيهم ما يجيبش 3 او 4 احسن لاعب، لان هم يتخطوا ال9 وال8. انت بقى متخيل؟ تخيل انت لعيبتك كلها توتال، كل الفريق كله على بعضه لو قيمته ما يجيبلكش 5. مفيش لاعب يتخطى ال4 اصلا. اللعيبه بدنيا زفت، لعيبه سقط. انت بتتفرج على كوره، ما بتتفرجش على كوره. انت مستني يخش فينا هدف في اي وقت. احنا مستنيين كان يخش فينا هدف في اي وقت. تقول لي ازاي؟ اقول لك زي ما انت شايف كده، زي ما جاب جون في الدقيقه 43 ونام على الجون. سلم الماتش، والحمد لله ان احنا كسبنا وقدرنا نجيب 3 نقط. ماتش على ارضك وسط جمهورك، وسط الاجواء بتاعتك، الملعب اللي انت بتحبه، كل العوامل معاك، انت بتكسب 1-0 بالعافيه. واي فريق غير الفريق اللي احنا بنلعبه ده كان يحصل في كده، لان احنا فنيا وبدنيا احنا واعيين. الزمالك محتاج شغل كتير، محتاج شغل كتير الفتره اللي جايه، والا مش هنعمل حاجه.